في الجو البرد القارس بتاع اليومين دول كل يوم بتنزل مستعجل او متاخر على شغلك، بتدور عربيتك وتطير عشان تلحق شغلك. لو بتعمل كده نصيحه بلاش. تعالى كمل الفيديو للنهايه واشرح لك ليه. في البرد القارس اللي احنا فيه بتاع الشتاء بتاع اليومين دول، لما انت بتنزل الصبح بدري تدور عربيتك، ترمبة الزيت بتحضر الزيت من الكارتيرة من تحت، من اقل مستوى في الموتور لغايه اعلى مستوى في الموتور، وبتبتدي ترفعه يعدي من مجاري الزيت وتغذي بيه جميع اجزاء الموتور الداخليه عشان تضمن حمايه لاجزاء الموتور مع الحركه على السرعات العاليه فيما بعد ما انت ما بتتحرك. وده بياخد وقت، اي نعم في المواتير الحديثه ما بياخدش وقت كبير قوي زي العربيات زمان لما كنا بنقعد نسخن فيها كتير. مواصفات المواتير الجديده والزيوت بتاعتها بتضمن سرعه تدفق عاليه جدا للزيت جوه الموتور واجزاء الموتور، بس برضه ده ما يديكش الحق انك تدور عربيتك وتتحرك على طول. صدقني مع الوقت هتضر جدا باجزاء الموتور الداخليه. ادي لنفسك فرصه تنزل دقيقه او دقيقتين بدري وتقوم بالمهمه البسيطه دي، ان انت تسيب عربيتك على الصالونسيه شويه وانت ماشي، وبعد كده تنطلق براحتك خالص. انت برضه ما ترضاش حد يصحيك من النوم متضر للنار في الشتاء اللي احنا فيه ده، يقومك من تحت البطانيه ويشدك على شغلك ينزلك على الشارع جري. برضه اللي ما ترضاوش على نفسك ما ترضاوش على خيرك يا اخي. اتقوا الله في عربياتكم شويه يا جدعان، اتقوا الله. وانا كريم من قناه كيمو كارز وبقدم محتوى عن السيارات. ما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفك في فيديو جديد ومفيد. سلام.